يا جماعة بجد اللي مش متابع المسلسل ده فايته كتير قوي. انتي حامل في 5. اتفرجت على الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل كارثة طبيعية اللي عبارة عن صريخ ضحك. بعد ما عرفنا في أول حلقتين إن شروق حامل في 5، بتيجي بقى اللحظة المنتظرة في الحلقة الثالثة إنها تولد، علشان نتفاجئ في الآخر إنها خلفت 7 مش 5، وسط صدمة طبعا من محمد ومننا والله. الحلقة الرابعة بقى كلها كوميديا، من أول المواقف اللي بتحصل لهم في المستشفى لحد ما بيخرجوا لمشهد الاسم، المشهد السجل المدني. كل ده كان فيه كوميديا وضحك على اعلى مستوى. عجبني جدا في كتابة المسلسل ان وسط ما احنا بنضحك فعلا حاسين جدا بالشخصيتين محمد وشروق ومتعاطفين معاهم، ومش عارفين هم هيتصرفوا ازاي مع كل الاطفال دي. غير كده كمان احنا بنوصل لمرحلة اننا بنبقى خايفين عليهم، زي ما بيحصل كده في قفلة الحلقة الثالثة. انا شخصيا القفلة دي خلتني متحمس جدا للحلقة اللي بعدها. الأداء التمثيلي لحد دلوقتي عالمي من الكل، خصوصا سلام اللي قادر يوصل لك إحساس الشخصية في كل مشهد بطريقة سلسة وممتعة. كمان حمزة العيلي عجبني جدا أداؤه، وفي كيمياء كده لطيفة بينه وبين محمد سلام. جهاد حسام الدين برضه لذيذة جدا. الفنان كمال أبو ريا عامل دور كويس. أتمنى إن المسلسل يفضل ماشي بنفس الريتم والمستوى ده خلال الحلقات اللي جاية، لأن واضح إن كل ما الأحداث بتتطور كل ما المسلسل بيكون أمتع. والأهم من ده كله رأيكم انتوا، مستنيه تحت في الكومنتس. وسلام.